اسلام ناجي دراسته كانت ايه؟ اقول اول مره تقولها على فكره. اول مره. المتعة عمرها ما كانت في الوصول، لكن المتعة دايما في الرحلة. يا اهلا وسهلا بيكم، ازيكم وعاملين ايه؟ النهارده في بودكاست الرحله، رحله مختلفه تماما، رحله سينمائيه، رحله بقى تسميها بطعم البورتريه، رحله موديلنج وفاشن وتصوير، رحله كل الناس اعتقد هتبقى حباها ومستنياها جدا جدا. معانا النهارده الغني عن التعريف، اللي دخل سوني مصر، اللي خلى الناس تقلب الجير بتاعتها 180 درجه. ازيك يا اسلام؟ كل الاخبار الحمد لله تمام. انت من الناس اللي بجد يعني ما شاء الله محبوبه اصلا على المستوى الشخصي، يعني في قبول كده من الناس، بتحب تتفرج على فيديوهاتك، بنحب نشوف الصوره اللي انت بتطلعها. اعتقد ان في ناس ممكن تبقى عارفاك من شغلك، يعني بيتفرجوا ممكن يلاقي السيشن اصلا متشاير في حته. وانا من الناس، واحد من الناس حرفيا لما بشوف الصور بتاعتك انا مش محتاج اقرا اسمك اصلا. فانت الحمد لله وصلت لمرحله انك بقيت سيجنتشر، بقى ليك تايب كده معين من الصوره، من غير ما نبقى محتاجين ان احنا نشوف مين اللي ماضي عليها، فبنعرف ان ده اسلام ناجي، دي الباليتا بتاعت اسلام ناجي، الموديل دي بقت كده عشان خاطر ده اسلام ناجي هو اللي مصورها. مين هو اصلا اسلام ناجي للناس اللي لسه ما تعرفكش، وبدات ازاي؟ الاول شكرا قوي على الكلام الجامد اللي اتقال دوت. الموضوع اسهل من كده بكتير يعني. انا بصور بقالي حاجه و20 سنه، جامد. لان انا ابويا وجدي مصورين، حلو قوي. فانا طلعت في الحته ديت. انا اللي هو بدل ما بلعب في حاجه بلعب في شنطه الكاميرا، وبروح مع ابويا اوردرات تصوير في السينما وحاجات كده. جامد جدا. فجوه المود دوت من زمان. وجدي الاستوديوهات القديمه، الناس اللي كانت بتقعد تعمل ظل وشادو وترسم إيه ده حاجات بجد؟ على النيجاتيف ومش عارف ايه، فطلعت انا في المود دوت. فعشان كده التصوير خلاص انت هنا اساسا. بالظبط. انت هنا من زمان. بالظبط. وحابب الموضوع اكتر من ان انا شغاله. وبعد كده مع الوقت بقيت شغال، احترفت الموضوع تقريبا. صورت كل حاجة، كل حاجة ممكن حد يكون عدى عليها في التصوير انا خدت حتة من الرحلة معايا. بس انت تقريبا يعني البق ده مثلا ما حدش يقدر يتخيل ان اسلام ناجي مثلا صور فود، او مثلا اسلام ناجي صور مثلا حاجه تانية غير موديلنج مثلا. صورت، انا عملت فيديو على القناة بصور فيه ساندويتش. ايه ده بجد؟ جامد. فود. بس هي الفكرة انت احترفت ايه؟ طبعا ما طلعتش او ما احترفتش حتة الفود، ما احترفتش حتة المجوهرات مثلا، ما احترفتش حتة الويدنج. يعني انا حتى اشتغلت ويدنج شوية وما لقيتش نفسي في الحتة ديت. انت اكتر حتة بتلاقي نفسك فيها هي اللي بتكمل فيها. ودي كانت تصوير الميك اب او الفاشون، الحتة بتاعت الموديلنج شوية. وكان ليها برضو سيناريو كده في حياتي، مرحلة في حياتي، عشان كده احترفت الميك اب. يعني الموضوع جالك ازاي؟ انت النهارده ممكن الناس اللي بتتفرج علينا النهارده يقول لك يعني كله كاميرا، يعني انت قاعد عمال تقول لي بفصص، يعني انت لو جبت الساندوتش هيقول لك لا ما تصورنيش. لا. فانت امتى النهارده مثلا قلت لنفسك لا انا مش فود فوتوغرافي، مش هعمل ده، ومش هصور اي منتجات تانية غير البورتريه، انا هصور بورتريه وهصور موديلنج وهصور ميك اب. مع ان ده من الحاجات اللي انا بشوفها مش بتشتغل كل يوم. يعني ممكن ناس تانية تيجي تقول لك مثلا انه ده لا، يعني انا لو عملت كده هقفل باب كبير جدا ممكن يجيب لي دخل كبير جدا. دي حته موجوده في مصر بس لا، مش صح. يعني انت لما بتحترف حته زي الفاشون او حته زي الميك اب، انت بتشتغل وساعات بيكون شغلك اكتر من بتوع الويدنج. احنا معروف ان الويدنج عندنا هو الجنب الكبير او الحاجه اللي بتدخل دخل كبير في مصر ده حقيقي خصوصا. فلا، لما بتحترف الحته ديت، لان انت في الوقت اللي انت بتحترف فيه انت سعرك بيكون غالي،
وفي نفس الوقت انت فوق ال70% من الكلاينت بتوعك ما بيبقوش مصريين، بيبقوا ناس أوكي. جايين لك من بلاد تانية. ايه بجد؟ فانت سعرك بيبقى غالي، ما بيبقاش سعرك قليل. يعني اليوم بتاع الويدنج انت ممكن تجيبه في شوت وهو واقف فول داي من الساعه 10 الصبح للساعه 1 بالليل، وانت دخلت صورت ربع ساعه. بس مش معنى كده ان الموضوع بسيط. ما هو انت يعني- وصلت هنا ازاي؟ لان إن الناس أنت- الناس بتفتكر ان دي حاجه بسيطه قوي، مع ان دي رحله كبيره. لا، ما هو الفكره انت وصلت هنا ازاي، انت ايه ميزك في الحته دي؟ يعني في مصورين كتير فاشون، او في مصورين كتير هتلاقيه بيصور فاشون وقت ما يكون الويدنج واقع. صح. هتلاقيه هو بيروح عشان علاقته مع الميك اب ارتست مع العرايس، فبيروح يصور لها سيشنات الميك اب وقت ما السيزون نايم. صح. فهي برضو مش الحته بتاعتك، فانت وصلت هنا بناء عن ايه؟ فالموضوع بياخد وقت شويه. طب انت عشان خاطر انت طبعا يعني انت عندك باك جراوند من والدك وبتقول من جدك، فالموضوع اعتقد انه سهل بالنسبه لك لانك بنيت من زمان. مش بيبقى بالسهوله اللي كده، لان احنا في تطور كبير قوي ما بين السنه اللي فاتت والنهارده، ما بالك ما بين كنا لسه بنتكلم في العدسات والجيرز. مرعبه يعني، الموضوع الجنريشن مرعب. بتاع ابويا وجدي. فالوقت دوت فيه اختلاف كبير قوي، هم كانوا بيعملوا ايه واحنا بنعمل ايه. واحنا عندنا مشكله كبيره قوي ان انت لازم تذاكر كل يوم. صح. هم لا، هو واصل لحته احنا اصلا ما بنلحقش نذاكر يا معلم. لا، قصه حزينه. احنا بنشتري الكاميرا. يعني انا فاكر ان انا اول ما اشتريت الار مثلا، كانون ار. مش عارف انا المفروض اتكلم الكلام ده مع اسلام ناجي اللي هو اصلا سوني. لا بحب الكانون والله. بحب الكانون والله. كنت قاعد بقى عمال اجري عايز اجيب الار وحوشت وبتاع. اول ما جبت الار روحت البيت، نمت، صحيت لقيت كانون بتعلن عن الار 6 والار 5. دلوقتي بقى الموضوع سريع. يا جماعه ده انا لسه جايب الكاميرا. الموضوع انا لسه ما فتحتهاش حتى، لسه ما شميتش ريحه الفوم. واعتقد ده بيحصل برضو في سوني النهارده. ده سوني مرعبه يعني. بتعمل حاجات سينما كات دلوقتي غريبه كده، بتعمل حاجات صغيره كده. انا مش فاهم هم رايحين فين. هو دلوقتي انت من كتر الاوبشنز اللي بتبقى موجوده في الكاميرات، لما بيجي حد يسالني اسلام انا محتار ما بين الكانون كذا وما بين السوني كذا، ما بقتش. الاول كان ممكن اقول له سوني سابقه مثلا، او سوني فيها اوبشنز اعلى. دلوقتي مع التطور كمان كانون دخلت في حته الميرورلس، فبقى ان اقول له لا يا معلم، الكومبيتيشن بقت صعبه. لا، اقول له لا، انت خد الكاميرتين اجر دي يوم وانزل صور وشوف الوانها، واجر دي يوم وانزل صور وشوف الوانها، واللي ترتاح له عينيك دوس. جامد. انما كاوبشن في الفئه السعريه اللي انت بتتكلم فيها هم مش بعيد عن بعض. طب انت في البدايه اخترت سوني بناء على ايه؟ خلي بالك ان انت من الناس اللي اختارت سوني في وقت اصلا سوني اصلا كان فيها مشاكل. ايوه يعني مش قرار سهل خالص انك تختار سوني في الوقت ده، لان اصلا الكاتيجوري بتاع الفا اساسا ما كانش موجود، كان لسه على الابيض خالص، وسوني كانت فوق خالص يا جماعه. يعني سوني يا اما كانت بتعمل كاميرات فوق خالص سينما وقصه كده، يا اما كاميرات بقى للناس اللي هي ديجيتال بقى، اللي هو تقعد تلعب والهوم اديشنز والحاجات بالظبط. فاول ما نزلت الفا في وقت كانت كانون ونيكون متصدر. كان كل السؤال الاشهر للناس انه اجيب كانون ولا اجيب نيكون، فانت قمت طالع الناس قلت لهم سوني بالظبط. جات ازاي؟ هل مثلا انت قلت لا انا عايز اخاطر واخد حاجه مختلفه، في حين ان ما كانش حد مجرب على فكره الكاميرا بشكل كبير بالزبط. فالناس مش شايفه الايمج اصلا رايحه فين، وكمان كاميرا مش رخيصه. ده حقيقي. هي كانت ريسك كمان ان انت يكون معاك جير كامله من براند، والجير دي كلها محدش عارف عنها حاجه بتبيعها عشان تجيب جير من براند تاني. ايه ده اصلا؟ يعني انت كنت ايه؟ انا كنت كانون فعلا. والله يا معلم. انا كنت كانون لحد ال 5 دي مارك 3 جامد. و 5 دي مارك 3، وعارف انت الكومبو بتاع ال 70 200 طبعا 2.8 وال 24 70 الفيرجن 2، عارف انت الكومبو مارك 3 دي كانت مقدسه يا جماعه. كان في ناس والله العظيم انا اعرفهم اصحاب شخصيين ليا كانوا عاملين براويز حاطين فيها التجميعه دي انه ده تارجت حياته. لا دي انت كنت انا في الحته يعني في الكانون ده اللي هو ايه، ده الكومبو اللي بيحلم بيه طبعا. انا هنا برنس طبعا. فانا كان معايا ده، وكان انا من الناس اللي عندها لعنه الكواليتي.
انا بسميها لعنه الكواليتي، لان انت طول ما عينك بتحب الكواليتي انت بتصرف اللي وراك كله انت قاعد قدامك. بتجري. انت كل ما في جديد، كل ما في جوده اعلى، انت بتجري تصرف فلوس وتجيب بجوده اعلى. والكلاينت بتاعك ممكن ما يبقاش فارق معاه ده من ده، صح. مش فاهم ده من ده، انت عينك انت مرتاح، صح جدا. فانت بتصرف عشان عينك انت مبسوطه. في ناس كتيره ما تعرفش النقطه دي يا اسلام، انه ممكن يبقى جاي انت مثلا تيجي عند اسلام ناجي تقول له انا عايز اصور سيشن مثلا، فاسلام يقول لك رقم كويس، فانت تشوف ان الرقم ده كبير جدا، ايه ده كبير جدا، هيعمل ايه؟ هيعمل ايه عشان ياخد كبير الفلوس دي؟ جدا، انت ايه يا عم ده ليه كل ده؟ طب ما انا ممكن اكلم حماده يجي وهديله اللي فيه الاسم وهيجي ويمشي وكل حاجه. ما يعرفش انه الكواليتي يعني بتكوست بشكل جد. خزعبلي. وطول ما انت قاعد في السيركل بتاعت الكواليتي فانت ما بتخلصش، مش هتخلص. ما بتخلصش، ده حقيقي. الكاميرا عايزه عدسه، عايزه ميموري كورد، عايزه شاشه تبقى ديسبلاي من ماك قويه جدا عشان تشوف، عايزه اعلى بيرفورمانس في اللابتوبس او الكمبيوترز عشان خاطر تبقى احسن حاجه. فاحنا دايما ارقامنا دايره ما بتخلصش. ارقامنا يعني مثلا مراتي هتعرف الموضوع ده. انا مراتي مثلا لما بنيجي نخش بنعدي من جنب تريد لاين، والله العظيم بتعمل كده، بتحط لي ايديها كده وتمشيني بعدين بتيجي مرحله بقى انت بتبدا تكذب عليهم في البيت. دي انا جبتها ب 2000 جنيه. الكاميرا الار دي انا جايبها من ورا مراتي على فكره. انا جبتها ب 2000 جنيه. الله. وانا دافع 50,000 جنيه. ما وخارج ماسك شنطه بس عامل كده. يعني عادي انا تمام. لما جبت الكاميرا الاخيره اللي هي الاي 7 4 طبعا، فرحت اشتري الكارت ميموري بتاعها، فهي عايزه كارت ميموري معين عشان ال 10 بت وال 422، فالكواليتي بتاع الفيديو بتاعها كبير قوي، فعايزه كارت معين. فرحت بكام يا معلم؟ الكارت ده كارت عادي. لا انت لازم تقول للناس الكارت بكام. كارت عادي والله العظيم. اسمعوا يا جماعه، اسمعوا كروت الميموري. احنا بنتكلم في كارت ميموري، احنا لسه ولا جبنا عدسه. كارت والله العظيم كارت سان ديسك 128 5000 جنيه. فانا واقف عند الراجل بقول له هي مش ال 5000 دي جنيه ديت انا كنت بجيب بيها حاجات كتير. كنت باخد شنطه، انا فاكر باخد ان انا كرتونه، باخد اي حاجه. حاجه. وقت من الاوقات اشتريت نيكون 300 دي 300 ب 3000 بالرقم. كنت شاريها بالعدسه والله ب 3000 جنيه. وعارف انت تجيب العدسه المدفع ال 70 300 ديت وما كملتش ال 5000 جنيه. طبعا. فانت دلوقتي كارت الميموري ب 5000 جنيه، انا واقف عنده ولا هو. طب هو الكارت السوني التايب ايه ال 160 جيجا بكام؟ ب 16000 جنيه. بوم. بوم. ميزانيات عربيه. ممكن تجيب عربيه على فكره. يعني بكارت ميموري. انت متخيل؟ انت بتتكلم في ايه يعني؟ انا فاكر انا كان عندي ريس في ثانوي كان بالسعر ده. جامد. كان بالسعر ده والله. انتوا بتتكلموا في ايه يا جدعان؟ فلا انت الكواليتي بيكوست عليك جامد. فبالتالي بيسمع في اللي هو لا انا الكواليتي بتاعي دوت، فانت عشان تاخد ده فبتدفع ده. صح. ويعني تيك ات اور ليف ات، يعني دي قصتك. انت عايز شغلك يظهر بالشكل ده فهتصرف له. طب انت شايف انه النهارده لو اي حد النهارده في وقتنا ده دلوقتي عايز يبدا رحله التصوير، انا بسميها رحله العذاب الصراحه، تنصحه ان هو يبدا اصلا حاجه زي كده ويجيب جير وينفست في جير ويروح يجيب كاميرا ويشتغل؟ وانت من الناس الاوائل برضو اللي عملت كورسز ازاي تقدر تصور بالموبايل فانت شايف ايه يعني؟ يروح يجيب كاميرا، ينفست في كاميرا عشان خاطر يعرف الدايلز ويعرف السيستم والكلام ده، ولا يروح يجيب موبايل، ولا يعمل ايه؟ بص، هي زي ما انت قلت هو الموضوع رحله. فهو لو قد ان هو يمشي المشوار دوت، لاني انا عايز برضه اقول للناس حاجه. انت لما هتشتري كاميرا وتجيب معدات وتجيب اضاءه وتتعلم تصوير، انت مش هتنزل تصور بكره وتاخد فلوس. صح جدا. فانت قدامك وقت، قدامك حبه حلوين قوي. وعقبال الحبه حلوين دولت انت ما توصل فيهم، انت ممكن يكون المعدات اللي انت جبتها بقيت عايز تجددها. صح. فانت بتنفست تاني. صح. فهل انت قد الرحله دي؟ انطلق. حاسس اللي هو انا عايز اعمل مشروع واكسب، مش حتتك. يعني مش ده. انت عارف برضو المشكله الكبيره اللي دايما بتواجه الناس، انه في فرق كبير جدا. دايما بقول للناس كده، في فرق بين انك بتحب تتفرج على الصور، يعني انا من الناس احب اتفرج على صور اسلام ناجي جدا جدا، بس
ممكن ابقى مش حد بصور موديل كويس، ممكن ابقى مش فوتوغرافر اصلا، ايوه بس انا بحب اتفرج على الصور. هي نفس فكره ان انت بتخش انستجرام عشان تتفرج على صور، تتفرج على صور يا معلم، بس مش لازم انت تبقى انفلونسر عشان تبقى كده. فدايما اقول للناس انه قبل ما تاخد خطوه انك تبقى فوتوغرافر او فيديوغرافر او اي حاجه من الحاجات دي وتروح وتجري وتخش الكومبيتيشن الشرسه الحقيقه يعني، الموضوع صعب جدا. لا انت محتاج تتاكد انك بتحب تصور مش بتحب تتفرج على الصوره. ودي بقى هياخدنا في حته انت بتحترف انهي نوع من التصوير. جامد. يعني انا دايما في الكورسات لما بيجي يقول لي انا عايز احترف ايه، جرب كل حاجه، واللي عندك منه مخزون انت حاسس ان انت ما بتملش وانت من نوع بتشتغل التصوير ده، هو ده اللي انت هتكسب منه فلوس. صحيح. يعني مثلا انت قلت لي انت دخلت دوت، وايه اللي خلاك تعرف ان انت مش بتصور فود مثلا؟ ما مليت، ما حسيتش ان انا ما عنديش قدي. فالنوع اللي انت هتيجي مثلا عندك طول الوقت تدي فيه، وعندك طول الوقت طولة بال انك تذاكره وتشوف الجديد، وتشوف 30,000 فيديو متصورين ببيوتي ديش في وسط وش الموديل. هو السيت اب، بس انت بتشوفه عشان ممكن يقول كلمتين انت ما تعرفهمش. صح. فلو انت عندك طولة البال لده، هو ده نوع التصوير اللي انت هتشتغل بيه. لان احنا مثلا من اول ما طلعت مثلا بتصوروا ميك اب ازاي؟ بتحط بيوتي ديش وتحتيه ريفلكتور، تخش على اي بيوتي سيت اب في اي لغه في اليوتيوب يقول لك هو ده السيت اب. انا النهارده مثلا انا كل موديل بكل نوع بشره بصورها باضاءه مختلفه عن التانية، عشان انت بقى عندك انت خلاص انت خدت ده بتلعب بقى خلاص وشكلته وعشت فيه، انت بقى عندك تديه. فيبتدي ان انت لا انت بتعمل مدرسه مختلفه. يعني انا فاكر اول ما بدات اصور ميك اب كان عندنا 3-4 اسامي في مصر معروفين، صح، وناس بتجيلهم من بره مصر صح تصور. وفكره الناس بتجيلهم من بره مصر برضه يا جماعه عشان برضه نقولها، اللي هو احنا مش الجامدين، احنا بنطلع كواليتي حلو قوي بسعر قليل، اقل من عندهم. لا كتير، اقل كتير، معلش دي لازم تحط تحتيها يعني انا شرط. مثلا في ميك اب ارتست قريب، هي جت صورت عدد سيشنات وقالت لي انا عدد السيشنات اللي انا صورته عندك بالاجازه بالطيران بالفندق بتمن نص السيشنات دي لو انا صورتها في بلدي. ايوه ده حقيقي. فاكر انت فكره الايفون 14 لو رحت جبته من دبي؟ ايوه بالظبط، هي نفس الفكره. فانت تطلع كواليتي محترمه جدا ارخص مما هم بيعملوها. فالوقت ده كان في 3-4 مصورين معروفين بيطلعوا شغل كويس. فانت عايز انا ايه هيميزني؟ يعني انا هطلع ايه مميز عن الناس دي؟ انت اوريدي طالع وسط حيتان مسيطره على القطاع، وفكك بقى من ان انت بقالك 20 ولا بقالك 15 ولا بقالك كام سنه، انت في الحته دي لسه جديد. لسه اول مره، مفيش. حته مهمه جدا بالظبط. فابتديت اذاكر ايه الكومن ما بين 3-4 اشخاص ديت، ايه المشترك ما بينهم، وايه المختلف، وايه اللي ما بيعملوهوش وبره بيتعمل. يعني بقيت اذاكر دول واذاكر دول. جامد جدا. واشوف ايه اللي ناقص. انت في الرحله دي بقى يا اسلام قعدت قد ايه بتدرس؟ سنة. جامد. سنه ما بصورش سيشن ميك اب. ما بتصورش؟ ما بصورش، بذاكر بس. قاعد عمال تاخد انبوت. حلو قوي. اجيب واحده صاحبتي، اجيب مش عارف ايه، اقفي اجرب. يعني انا فاكر ان انا في وقت من الاوقات كان عندي مشكله، كنت بقول ان انا مش شاطر في الاضاءه اللي جوه الاستوديو. فعلا في وقت من الاوقات عندي مشكله ان انا اصور والله لا. فلا انت المذاكره الموضوع بيختلف معاك جدا. طبعا. انت دلوقتي الحمد لله انا عندي مثلا كورس اضاءه بطلعه للناس، كورس اضاءه محترم، حاجه محترمه جدا، ومش بديه لمبتدئ، انا بديه لحد اوريدي شغال وفاهم لايت، عشان هو الكورس متقدم قوي. فانت دوت مش عشان انت جالك كده، او انت هو منهج انت خدته فديته للناس، او رحت خدت كورس فرحت انت مدبلكيت الموضوع ومدي. لا، ده بيجي من قد ايه هتتجرب، قد ايه هتتذاكر، قد ايه غلطت، قد ايه اتقال لك شكلي وحش، يا قد ايه اتقال لك انا مش طالع مظبوط، داسلي على الوجع. والله قتلني خالص يا جماعه الكلام دوت. وبعدين بتبتدي بقى انت ده هنوره منين؟ انت خلاص عرفت هنور ازاي. انت كل حد بيقف قدامك انت هتنوره منين؟ دي قصه تانية. الناس بتفتكر ان الموضوع سهل قوي، انه ضغطه زرار واضاءه.
مش عارفين انه في حاجه اسمها فيزياء اضاءه وفي انعكاسات وفي حاجات. يعني انت مثلا قلت لي في نص الكلام انا جيت جربت اصور الجولد او الحاجات المجوهرات، ما جاتش معايا. مع ان ممكن حد يقول يعني اسلام ناجي ده هو اهم حد ممكن يصور جولد مثلا، ما يعرفوش انه فرق الاسطح نفسها موضوع مختلف تماما. هو هيجي هصوره وهطلعه حلو، بس هل انا عندي طولة بال لي؟ صح. هي دي الحته. انت مع الوقت اي حاجه بتيجي قدامك بتدوس حلو، بس هل انت هتقعد لها بقى؟ هتقعد لها. يعني انا الفتره اللي فاتت بدات ان انا ادخل برودكت كده على استحياء. يعني الشركات بتبعت حاجات ومش عارف ايه، فبقيت ادخل برودكت على استحياء. بس انا ماليش طولة بال لي خالص ان انا امسك دي عشان هي ليها تدويره معينه وانعكاس ودي بتعكس اللايت فاحط لها مش عارف ايه. تعرف مع ان في نفس الوقت ممكن موديل احط لها 10 اضاءات ما عنديش اي مشكله وعلى قلب زي العسل. جامد. انما لايت او 2 في حاجه صغيره ممكن ما بقاش حابب الموضوع. جامد جدا. انت عارف في فتره من الفترات كنت بصور براند بتاع عطور، فجاب لي ازايز كلها ازاز كريستال. فلك كريستال بقى مصيبه سودا. فكنت اول مره في حياتي احتك ببرودكت زي كده، وكنت بحاول ان انا دايما اصور برودكتس عاديه خالص. بس لما حطيت الازازه وبدات اشتغل عليها، النقطه بقى اللي انت بتقول عليها، عندي طولة بال، حبيت البرودكت اللي انا بصوره ولا لا. فاكتشفت ان انا بحب جدا تصوير العطور وعندي طولة بال. انا كنت بصور الازازه يا جماعه في تقريبا 3 ايام. ده بحط الازازه واقعد اجري وراها. ممكن اول ازازه ممكن يكونوا 200 ازازه بالظبط. هي اول ازازه خدت 3 ايام وال200 خدوا ساعه. صح جدا. فهي هو البرودكت كده. انا فاكر ساعتها صاحب البراند جالي زياره في الاستوديو كده يعني من غير اي مواعيد وكده، ودخل عليا الصومعه بقى. انا قاعد مع الازازه بتاعته حاططها وسط 500 ديفيوزر وقاعد والله واصور يا اسلام وابص الاقي ريفليكشن جاي لي، اقعد ابص في السقف وابص، وداخل عليا هو انا مش واخد بالي خالص، وهو افتكرني انا مجنون. انا قاعد عمال اجري ورا اللايت والديفيوزنج عامل ازاي والريفلكتنج عامل ازاي عشان خاطر الاسم يطلع عامل ازاي. والله الراجل ده كان ساعتها بيقعد يقول لي انت ليه بتاخد كل الوقت ده مش عارف ايه. دخل قال لي كلمه واحده بس، قال لي ربنا يكون في عونك. الموضوع طلع صعب، انا ما كنتش اعرف كده. لا المنتجات على قد ما هي ممتعه جدا، بس هي عايزه طولة بال قوي جدا. يعني عايزه حد من الاخر فاضي. حد فاضي وبتاع دماغ بالراحه كده. واللي هو ايه، تعالي لي بقى ناخد وندي انا وانت كده ونشوف انا هخش لك منين. جامد جدا. فلا في الموديلنج الموضوع مختلف. جامد جدا. انت اصلا بقى دراستك ايه؟ انا محدش يعرف الموضوع ده على فكره. انت قلت الموضوع ده في اي حته؟ لا خالص. دي اول مره اسلام ناجي يقول هو اصلا خريج ايه. بس قبل ما تقول، اللي لسه ما عملش سبسكرايب ينزل يعمل سبسكرايب دلوقتي ويعمل فولو للاكونت، وكل حسابات اسلام ناجي ان شاء الله هتطلع لكم دلوقتي على السكرين عشان خاطر تخشوا تشوفوا الشغل العظيم بتاعه بجد. يعني لو حد لسه هيبدا انت لازم تتفرج على البورتفوليو ده يا معلم. انت لو ما اتفرجتش على البورتفوليو ده الموضوع هيبقى في حته ثانيه. اسلام ناجي دراسته كانت ايه؟ اول مره تقولها على فكره. اول مره ارشاد سياحي. بوم جامد. ملوش علاقه بالقصه خالص. انا كان نفسي اخش اعلام، و جيت في الثانويه العامه عملت حادثه فما جبتش المجموع اللي دخلني اعلام، فدخلت سياحه. لا ثانيه واحده، يعني انت عملت حادثه عربيه؟ حادثه بالريس اللي كنت بتكلم عليه من شويه. الريس اوكي. فعملت حادثه فقعدت من سنه تانية لسنه ثالثه في هيلينج بقى. ما قعدت سنه في الجبس وبعديها 6 شهور علاج طبيعي. فاللي هو انا دخلت امتحانات ثالثه ثانوي. اوكي. في الاجازه بتاعت ثانيه ثانوي عملت الحادثه. يعني بدات اروح امتحانات ثالثه ثانوي بالعكازين. اوكي. طبعا في سنه من حياتك فما جبتش المجموع اللي دخلني، فدخلت بعد كده جامعه خاصه ارشاد سياحي. حلو. وبدات ادرس ارشاد سياحي وده وداني ان انا اشتغل بعد كده مرشد سياحي في شركه سياحه في الغردقه. باخد جروب اطلع بيهم الاقصر، اطلع بيهم الجبل، اطلع بيهم مش عارف ايه، لحد ما يوم
جه معايا جروب انجليز هطلع بيهم رحله في البحر، حلو قوي. لانش ورحله اسمها دولفين هاوس، بيروحوا يشوفوا الدلافين ومش عارف ايه الدنيا زي القمر. فجالي شاب صغير كده قال لي انا عايزك تعرفهم عليا عشان انا هصورهم النهارده تحت الميه. هتعمل ايه يا معلم؟ هتصور، هات لي الكاميرا من جوه. انا هصور دي لوحدها، وتحت الميه دي بالنسبه لي كانت قصه تانية خالص بقى. حتى انا في الاول بقول لك انا صورت كل حاجه. فتعالى فيري انترستنج. هتصورها؟ طب هتصورهم تحت الميه ازاي؟ كان بقالي شهر شغال في شركه السياحه دي. فراح فاتح الكاميرا ووراني الرحله اللي الراكب قبليهم. بتاع الغواص. كاميرا عاديه هوم اديشن سوني ومحطوطه حط في في هاوسنج كيج. كده، وبينزل 7 متر 10 متر وبيصورهم، وفي الاخر يديهم الكلام دوت على سيديهايه. فقلت له تعالى وريني. فوراني. طبعا الموضوع بالنسبه لي جامد. واو، ايه يا معلم جامد. اللي ايه انت ده؟ عامله ده؟ في نفس اليوم قدمت استقاله من شركه السياحه. قرارات. في نفس اليوم ورحت اشتغلت في شركه التصوير اللي كان فيها المصور دوت بيقول لي عرفني عليهم. جامد جدا. مع في جاب في السالري هنا وهنا. يعني انت كتير. انت في شركه السياحه كنت تقبض اكتر طبعا. بقبض اكتر. كتير. كام تقريبا أكتر. برسنتج كام؟ يعني مثلا ده كان 50% اقل. بجد؟ اه وخدت القرار على طول. انا بصور من وانا صغير. انا حد يعني انا فاكر ان انا مثلا عندي 12 13 سنه كنت بحط الكاميرا الكبيره اللي هي الباناسونيك ال 3000 وال 9000 الناس القديمه هتعرف الحاجات دي، وبقف اصور. والكاميرات الدي 40 والدي عندك- 80 والحاجات دي. فأنت فانا الشغف. بصور من وانا صغير جدا. فانت هصور تحت الميه؟ تعالى. فرحت رايح وقتها قدمت في الشركه، وهي شركه كانت شغاله بالمشقلب. كانوا بيجيبوا غطاسين يعلموهم التصوير اوكي. وينزلوا يصوروا. فانت جاي عندك باك جراوند تصوير كبيره قوي، خدت كورس غطس ونزلت تصور. جامد. فبقى اللي انت بتعمله اقوى من اللي بقاله سنين في الشركه بيعمله. مليون مره. انت يعني عندك انت اصلا مصور. عندك تكوين بالظبط. بتعرف تعمله. عندك تكوين وعندك لايت وعندك زاويه وعندك هتجيب ده منين وهتجيب ده منين وده هيتصور ازاي. فبقى اللي انت بتقدمه غير اللي بقاله كتير. تعمل ارت وورك، ما بتعملش بالظبط. شغلك بقى. بالظبط. بتعمل ارت وورك، بتعمل لوحات. 6 شهور ابتدت ان مثلا انت جست الماني تيجي تتصور تسافر بلدك تروح باعت جواب شكر فيه اسمي. بوم. انا بشكر المصور هناك كان اسمي سام. ايه ده بجد؟ يعني انت سام ده كان اسمه هناك كده في الغردقه بالظبط. فسام شركه سياحه تروح بعتها لشركه التصوير. 6 شهور مسكت التيم بتاع الاندر ووتر اللي هو تصوير تحت الميه. بعديها بقيت مانجر في الشركه. بعد كده سبتهم ورحت فتحت شركه لنفسي تصوير تحت الميه في الغردقه يا سلام. لحد الثوره. فضلت شغال وعندي تيم كبير و ما عنديش اي الثورة مشكله بقى. لحد الثوره ما جت. الثوره جت باظت. قضت على الناس اللي في السياحه تقريبا. كله طبعا. انا فضلت عافر لحد 2012. ما جاتش بقى خلاص. بعد كده خلاص. رجعت بقى تاني. رجعت هنا. انت ما بتعملش حاجه غير ان انت بتصور طول حياتك. فابتدى انت ما اعمل ايه؟ طب اشتغل ايه؟ طب انا عندي فلوس هبتدي اصرف منها ولا هروح اشتغل حاجه واصرف من الحاجه دي. فجي واحد صاحبي قال لي ان في شركه عايزه بيوتي ادفايزر، استشاري تجميل. قلت له يا معلم انا مالي ومال استشاري تجميل دي؟ اصلا انا لا افقه شيء. انا اخري في استشاري تجميل انت حلوه قوي. يعني هي دي الاستشاره بتاعتي، شكلك حلو النهارده. فانا مش فاهم. قال تعالى هما بيدوك تريننج وبتعرف كل حاجه ومش عارف ايه والسالري بتاعها كذا والدنيا كذا. فانا قلت تمام، يعني هما ما عندهمش شروط جامد. وانا الدنيا واقعه. فبدل ما انت بتصرف فتدخل. فرحت اشتغلت في شركه اسمها ماك. ماك ديت عندهم براندات كتير. ماك دي ماك اللي البنات عارفاها؟ اللي هي بتاعت الميك اب. ده جزء من ماك. بوم. جامد. فرحت اشتغلت وبدات ان انا اكون الاول بدات سيلز. بيوتي ادفايزر دي بقى اتحولت ان انت بتبيع اصلا. مش مالهاش علاقه. ده لقب كده. شيك. لقب كده. فبدات سيلز هناك. بص بقى من صاحب شركه لان انت بتروح في حته ان انت سيلز. وبدات الموضوع معاهم. قعدت معاهم 8 سنين. وانا ماشي من هناك كنت مانجر ميك اب فريفر. ميك اب فريفر ده براند معروف جدا. قوي جدا. كل البنات عارفاه على فكره. كله عارفه.
فماشي من عندهم، معايا كورسات في الميك اب قويه جدا، وعندي نوليدج في الميك اب قويه جدا، وده كان اللينك مع تصوير الميك اب. حلو قوي انت فاهم ميك اب كويس قوي، جدا طبعا. فاحترفت وانت اصلا بتصور، فعملت اللينك ما بينهم. ده انت معاك المطبخ، معاك الماتيريال بالظبط. معاك ازاي اصلا الحاجه بتتحط، ومعاك ازاي بتبيعها. عشان كده انت مثلا كانت اول فيديوهات ممكن حد مصري يعملها، انا بتكلم في الميك اب انت هتحطي ايه، وانت كمصور المفروض ده يبقى اسمه ايه، وانت عارف ان ده ايلاينر، الايلاينر دوت هو اللي هيتحط فوق العين، والكحل ده اللي بيتحط جوه، اللي انت تفهم المصورين مفيش ده موجود ازاي تتعامل مع الميك اب ارتست لو انت مصور ميك اب. فما كانش ده موجود. وكل المتعارف عليه في السوق انه الميك اب ارتست بتيجي، الموديل بتيجي بيقول لها بصي حضرتك دي الاوضه بتاعت الميك اب، خشي حطي الميك اب للموديل بالظبط. تطلع بقى زي ما تطلع. لا انا انت ونصيبك. مثلا كان بيجي كومنت في الاول، اول ما بشتغل انا شايف هي حاطه ايه. يعني هي حاطه مثلا 4 الوان متدرجين فوق العين. حلو. فانا عشان فاهم ميك اب، فانا شايف ال4 الوان. اوكي. فمش هسيحهم في الايديت. اوكي. فمش هلسعهم وانا بنور. هي حاطه حاجه في هنا مثلا انر كورنر، فانا عارف ان ده لون كذا بالبيجمنت بتاعه كذا، فلو انا اديته لايت من هنا هيبقى عامل فدي كانت حاجات هي الميك اب ارتست ما كانتش لاقياها طبعا. فابتدى ان انت اللي فاهم قوي يحب يشتغل معاك. طبعا. فابتديت انا فاكر انا بعد ما قعدت سنه بذاكر نزلت بسعر عالي، لان خلاص انت عندك النو هاو. انا عايز حته معينه، انا عايز دول. الحته دي بقى مهمه جدا، لان في ناس كتيره بتقعد تقول لك اللي يبتدي كبير هيفضل كبير، وان انت لو بدات صغير او لو بدات بسعر صغير في البدايه ده عمر ما سعرك هيعلى. فانت المفروض تنزل غالي عشان خاطر الناس تتقبل. بس هل الفكره كلها في البرايسنج، ولا لازم يبقى فيه فاليو جنب البرايسنج؟ يعني بص خليني اقول لك حاجه، هي ديت فيها يعني سلاح ذو حدين زي ما بنقول. مبدئيا كده انت عندك رفاهيه ان انت تنزل غالي وتاخد شغل قليل، هتعملها. دي نقطه مهمه جدا. ما عندكش الرفاهيه ديت وانت عايز تنحت عشان تعوض اللي انت جبته، تخلي بالك من حاجه مهمه قوي، ان في سوق ليه تسعير. حلو قوي. فان انت عشان تخش، عشان انت تشتغل تضرب تسعير السوق دوت، انت مش بتشتغل، انت بتوقع المهنه. فانت التايتل ده بيبتدي ينزل لما يبقى في جاب، حد بياخد 5000 جنيه وحد بياخد 500. فيا اما اللي بياخد 500 دوت يعني ما تعبان خالص، يا اما اللي بياخد 5000 جنيه ده حرامي. صح جدا. مش كل الناس هتفهم الجاب. فانت لازم تعرف مثلا ان في 5000 وفي 500، ففي متوسط 2000 ونص. وانا متوسط، فانا مستواي متوسط، فانا باخد 2000 ونص، مش باخد 500. مش بروح اصور فيديو وصور، ولو عايزين اطبخ لهم حاجه باخد 700 جنيه في الاخر. مهم ان انا اعرف السوق ايه، لان انت في الاخر يا بتكسب احترام اللي موجودين في السوق قبلك، يا مهما عملت بعد كده انت ما بتكبرش. قبل ما نخش في السؤال اللي بعد كده، عايز افكركم بس ان في اخر الحلقه في هديه مقدمه من اسلام ناجي، هتبقى لكل المتابعين للبودكاست الرحله، وكمان في هديه من لوكيشن ايجنسي مقدمه لكل الناس. كل اللي انت محتاجه انك تعمل تاج ل2 من اصحابك تحت في كومنت عشان خاطر تخش في السحب على هديه مقدمه من اسلام ناجي، هتعرفوها في اخر البودكاست. فانتظروا لغايه اخر البودكاست، ما تروحوش في اي حته. لو جالك اتعرض عليك شغل بره مصر باكس، والاكس دي مرضيه، دبل سالري اللي انت بتاخده هنا في مصر، واتعرض عليك في مصر انك تشتغل دبل افورت فيطلع لك الفلوس اللي انت هتاخدها بره، هتسافر بره ولا هتقعد في مصر؟ لو هعمل هنا الدبل وهاخد نفس الفلوس هفضل هنا. حلو قوي. ليه بقى؟ انت هنا برضو حواليك الناس. انا سافرت، يعني انا صورت في بلاد كتير، بس انت هنا برضو الموضوع مختلف يا جماعه عن اي بلد والله. غير ان انت حواليك اهلك وحواليك عيلتك وحواليك الناس اصحابك وحواليك الكلام دوت، طب ما بتبقاش لوحدك. انت لو نزلت في اي حته انت معاك ناس، غير بره. لا بره انت ممكن تقعد بالايام لوحدك، ممكن تقعد وقت كبير لوحدك. بس للاسف هي المعادله ما بتبقاش كده ابدا.
انت لو عملت هنا الدبل ما بتاخدش حتى ما بتاخدش حتى. فلو لا هنيجي على ارض الواقع، لو انا عندي فرصه ان انا اسافر، لا هسافر. لو اسلام ناجي عايز يسافر النهارده بلد يشتغل فيها، ممكن يسافر فين؟ دبي. اشمعنى؟ سوق الحاجه اللي انا بقدمها هناك متسعر مظبوط زي ما يستاهل. انت عارف انا كنت في دبي من تقريبا 3 شهور او 4 شهور، قلت طب بما ان انا هناك ما نجرب كده نعمل هيدن كاستمر كده ونشوف لو انا عايز اتصور هناك وكده. انت عارف انا لقيت السيشن بيتصور بكام؟ لقيت السيشن اولا بعدد الصور، دي حاجه مش زي عندنا خالص. انا بشتغل بعد الصور. ماشي جامد جدا. ممكن عشان انت عندك اسم دلوقتي. في ناس كتيره يعني السلو بتاع الشغلانه ان هم كل ما كترت اديله بقى انليميتد وكده. وهو ده الصح على فكره، ان انت تشتغل بعدد الصور. عدد صور بالظبط. اداني الست صور تخيل بكام؟ كام؟ اداني الست صور ب 4500 درهم. 6 صور يا جماعه، هم 6 صور. يعني انا لما باجي احسبها هو بياخد بعمله بلده قد اللي انا باخده بعمله بلدي. صح. ففي جاب كبير قوي، وعايز اقول لك ان انا باخد بعمله بلدي قد ما هو بياخد، وده رقم كبير. ما بالك بحد يعني ما وصلش لان هو بياخد رقم مثلا بالمصري زي ده. ففرق كبير قوي ما بين اللي هناك. ولو جيت قست القدرات انت اجمد. طبعا. يعني عندك ناس هنا تقيله قوي، وعندك ناس هنا فعلا والله حرفيا بيسافروا لهم من بلاد عشان هو اجمد وارخص. انت عارف انا بحس بايه؟ بحس انه السيتويشن اللي احنا عايشين فيه والاتموسفير اللي احنا بنشتغل فيه بيخلينا بطبيعه الحال اجمد كده لانه انت محطوط بالظبط، انت محطوط تحت ضغط وعندك اكويبمنت مش موجوده. يعني انا فاكر ان انت كنت عايز تعمل ديفيوزر كده جنب الموديل في فلات. فيا جماعه ده موجود في كل الدنيا. يعني انت لو انت قاعد على الموبايل بتعمل اوردر تاني يوم بيجي لك على طول. انا فاكر ان انت يعني قعدت تجري جري على الديفيوزر ده، وانا واحد من الناس برضو على فكره. عشان اعمل الديفيوزر ده في الاخر لجأت برضو ان انا اجيب وايت بورد واحط الوايت بورد واجيب لها مش عارف فيشر ازاي واركبها عشان خاطر تقدر تقف فاللي بيقعد يستخدم فكره انه يصنع التولز بتاعته كده بيبقى جامد بالظبط، لانه ما بيعطلش بالظبط. انت بتروح هناك بتلاقي الناس عطلانه اصل ما فيش راس ترايبود نصور بيها. لا انت هناك يا باشا يا جماعه ده احنا لا وكمان انا هفرجكم السيت اب بتاعنا عامل ازاي على فكره. انا ده من واقع اللي احنا شغالين بيه على فكره. ما عندناش ترايبودز فاحنا شغالين عشان مش متاح، وعشان لو متاح سعره غالي جدا غير منطقي. انت عندك مانفروتو ده ترايبود. انا حابب ان احنا نقول ارقام العده عشان في ناس كثيره بتفتكر ان العده دي كده رخيصه. اغلى حاجه فيها الكاميرا. لا ما وراء الكاميرا حاجات كتير قوي بفلوس كتيره جدا. مانفروتو ده براند نيم للترايبود عادي جدا، حامل كاميرا 22,000 جنيه. انت قاعد لسه ما عملتش حاجه، ما جبتش كاميرا، لسه جايب 0.55 اهو اتلسع اهو. لا ما هو بس انت في الاخر هتلاقي نفسك انت ده مهم لازم يجي يا باشا. انت بعد الترايبود رقم 32 مفيش فايده خلاص. دول كلهم استنزفت كل الوسائل مش مدينك اللي انت عايزه صح. وهتلاقي الموضوع هو برضو رحله. يعني مثلا في المايكات، يعني الناس مثلا ممكن يكون متابعين عارف ان انا بهتم بالمايكات. انت من الناس اللي اشترت مايكات كتير جدا. اشتريت كل المايكات اللي تتخيلها. انا خدت من ابو 200 جنيه اللي هم الحاجات. يعني انا عندي المايك الاخير الشور ده اللي مايكل جاكسون سجل بيه، كل الناس شغاله بيه دلوقتي. فدوت اللي هو بيسموه المايك الاسطوري. فانت وصلت من هنا لهنا، في الاخر لما بتوصل هو ده. طب ما كنت رحت بقى دوت انا دفعت ثمنه 3-4 مرات قبل ما اروح له. صح جدا. فخلاص انت بتوصل لمرحله هو ده غالي لازم يجي ما هشتريه ما فيهاش. هل في حاجه لو رجعت لثانويه عامه النهارده بس بنضج اسلام ناجي النهارده تحب تغيرها في الرحله بتاعتك؟ لا خالص ولا اي حاجه فعلا خالص ولا اي حاجه. انا دايما مؤمن ان هي ايه، يعني انت بتسعى بس هي بتبقى مترتبه بشكل معين. والشكل دوت انت مهما عملت مش هتاخد احسن منه. انت ممكن انت تاخد اللي انت عايزه ومش هيوصلك اللي انت كنت بتفكر فيه. يعني انا ولا يوم من الايام كنت افكر
اني هكون اسلام ناجي الميك اب فوتوغرافر او حد ناس عارفاه في بلاد تانية، او ان انت عندك ناس بتتعلم منك حاجه خالص خالص. انت ما كانش ده في دماغك تماما. وفكره ان انت يعني انا لما حكيت انا كنت شغال ايه والثوره قامت فرحت اشتغلت ايه فدرست ميك اب، فالميك اب خلاني عشان انا فاهم تصوير بديت اصور. بص هي مترتبه ازاي خالص. انت عمري ما فكر ان انا اغير حاجه فيها. عمرك ما كنت تتخيل ان انت ممكن يبقى ربنا بيدخلك في انك يحصل لك دامج في حته فتروح تشتغل في شركه ميك اب، مع ان انت ممكن تبص للموضوع انه يا انا بنيت الامبراطوريه بتاعتي تحت الميه وبعد ما عملت الامبراطوريه بتاعتي كلها اتهدمت، وفي الاخر بقيت سلزجي في شركه ميك اب. انا فاكر ساعه الثوره انا كنت سافرت المانيا قبليها، اشتريت معدات تصوير تحت الميه، كان ساعتها بقى 102,000 شغال. ثواني عشان الرقم ده كبير جدا. سنة كام؟ كاميرات سنة كام يا معلم؟ 2010. 2010 ده على فكرة ده 100 وكام؟ 102,000. 102,000 ده رقم خزعبلي على فكرة. كان 10,000 يورو تقريبا ساعتها. ال 2010 انت بتتكلم ان الدولار كان ب 6 دي 90 قرش. بص انا هقول لك 6 دي اصل انا معلمها بالكاميرا بتاعتي. 6 دي ساعتها كانت 28,000 جنيه. لا ب 3000. لا مش 6 دي ال 600 دي. 600 دي كانت ب 3500 جنيه. لا انا سافرت، انا كنت ماسك شغل شركات سياحه كتير. فكان في يوم مثلا انت عندك 10 لانشات عايز تطلع عليهم 20 كاميرا. كاميرا بتصور فيديو، انت عندك اكتر من جير. بالظبط. كاميرا بتصور فيديو وكاميرا بتصور فوتو. فانت ما يعني انت عايز تطلع 20 مصور معاهم 20 كاميرا، فدي المفروض معداتك انت ب 20 كيج ب 20 تجهيز. انا قبل كده كنت باجر، كان عندي مثلا 4 5 وكنت باجر الباقي للناس هناك. باجر من الناس. بتأجر من الناس. انا عندي مثلا النهارده 10 لانشات وانا معايا اللي يقضي 5 لانشات بس، فكنت باجر الخمس لانشات التانيين المعدات بتاعتهم من ناس تاني. كويس. فابتديت انت عايز تكسب اكتر فبتشتري جير ليك. فانا رحت اشتريت الجير كلها وكانت احدث بقى من الموجود. في منافسين وانت اصلا داخل عليهم. ده انت في ناس بقى لها 20 سنه و15 سنه في الغردقه بتصور، وانت اصلا لسه جاي بقى لك كام سنه وبقى عندك شركه وعيل صغير. انت بتتكلم في 20 سنه حاجه و20 سنه وعامل اسم جامد جدا بالظبط. وتروح تعمل ديل مع شركه سياحه كبيره ويجيب لك سياح من جنسيات مختلفه جامد جدا. فانت عايز تسيطر على الموضوع برضو. الموضوع مش ايوه صح. فرحت اشتريت ساعتها حاجات ب 102,000 جنيه. بعديها بمفيش الثوره قامت. فانت انت بتحاول تبيع معداتك اللي هي محدش هيشتريها لان هي ليها علاقه بالتصوير تحت الميه، اللي هو ليها علاقه بالسياحه اللي وقعت اصلا. انا فاكر الفتره دي قبل ما انا في ناس اصلي بتصدمني صدمه جامده جدا. يعني بص انت مثلا انت دلوقتي ده دامج اعتقد ان انت يعني كان مأساوي بالنسبه لك. لسه جاي فعلا. انا كان معايا ساعتها عربيه كويسه. ف جت الفتره بتاعت الثوره دي انت معاك معدات بفلوس كتير ومعاك عربيه مخلياك معاكش فلوس بنزين تحط فيها العربيه تحط في العربيه. فجي وقت انا فاكر والله الوقت دوت رحت اشتغلت في مطعم في العجوزه، كنت بلعب جيتار والناس بتغني والناس قاعده بتاكل عشان احط تعمل مصاريفك. يعني الحاجات دي ممكن تبان تافهه للناس، بس انت الفكره انت بتقلب من ايه لايه. وبعدين رحت اشتغلت في الشركه ب 1200 جنيه. انهي شركه؟ الشركه بتاعت الميك اب. بدأت فيها ب 1200 جنيه في الشهر. الفكره بقى هنا انه في ناس بتبقى شايفه انه يعني لما بيحصل له اي دامج حتى ولو صغير بيقول انه ده نهايه العالم. انا خلاص انا بقعد ويفضل يعيط وبتاع ويقعد جنب الحاجه وانا مستقبلي ضاع وحياتي باظت ومش عارف ايه. انت شايف انه هو طبعا اللي انا بتكلم فيه ده مش معناه ان الموقف اللي انت عديت بيه كان حاجه سهله. على فكره يا جماعه الموضوع بيبقى صعب جدا. انت على حسب انت متعود على ايه وبقيت ايه. ان انت اللي بيركب ميكروباص والنهارده بقى مضطر يركب اتوبيس ده دامج. فهي الفكره انت الدايره بتاعتك ايه وبقيت بتروح فين. فده لا ده الداون جريد اصلا حاجه متعبه جدا اللي احنا كلنا عايشينه دلوقتي. حاجه متعبه جدا جدا. طيب لو انت عندك ادفايس واحده ممكن تديها للناس اللي هتبدا النهارده
الكارير بتاعها، سواء بقى في الفوتوغرافي في الفيديوغرافي. ممكن تبقى ايه النصيحة دي؟ حاول ان انت تكون عندك شغف اللي انت بتعمله، لان احنا بنعمل حاجة ليها علاقة بنسبة 1,000,000% بالشغف بتاعك. فلو انت ما عندكش الشغف والموضوع بالنسبة لك مشروع او شغلانة، مش هيبقى احسن حاجة. ما بقولكش ان انت تبتدي جامد او ان انت اصلا لازم تبقى مصور جامد، لان انا من الناس المؤمنة ان الممارسة ممكن تخليك اجمد من اللي دارس. عندك الشغف ده ومستعد ان انت تحارب ومش هتفضى، خش مشروع، شوف لك اي مشروع تاني، هات لك حاجات اونلاين وبيعها. انما حاجه ليها علاقه بالارض، حاجه ليها علاقه بالفنيات، شغف. هسألك أسئلة دلوقتي سريعة تجاوبني عليها بسرعة. ايه التوتر ده؟ يلا بينا. دراسة ولا خبرة؟ خبره. ماك ولا ويندوز؟ معاك. عربية ولا موتوسيكل؟ دلوقتي عربيه. الواحد كبر شويه فدلوقتي عربيه. مش حمل موتوسيكل تاني. ها سافر طيارة ولا باص؟ طيار. تمتلك بيزنس ولا تبقى موظف؟ امتلك بيزنس طبعا. تشتغل في مصر ولا بره مصر؟ بره مصر. ده وقت توزيع الجيف اويز اللي انا وعدتكم بيها. لو تفتكروا انا قلت لكم اعملوا تاج لاثنين من اصحابكم تحت في الكومنتس عشان الهديه قويه جدا. اسلام ناجي وعدنا انه هيتم السحب على واحد منكم ياخد ديسكاونت 50% على كورس التصوير بالموبايل، واعتقد ده هيفتح ليك مجال كويس جدا في البروجكت بتاعك وهيوفر لك فلوس كتيره جدا بالمناسبه يا اسلام. ده حقيقي. وعلى فكره اسلام ناجي هو اول حد عمل كورسز ليه علاقه بالتصوير بالموبايل احترافيه بشكل قوي جدا، يعني ما شاء الله تاتش وود، يعني الناس عندك حاجه قويه جدا. انا واحد من الناس عايز اخد الكورس عنده. كمان تقدروا تستفيدوا باستشاره فري في البيزنس والماركتنج معايا ان شاء الله. اسلام الاكونتس بتاعته كلها هتنزل على الشاشه دلوقتي عشان تخشوا تشوفوا احلى بورتفوليو ممكن تشوفوه في تصوير الموديلنج والبورتريه عامه. ده كان الرحله بتاعت النهارده، اعتقد انها رحله مشوقه جدا. اشوفكم في رحلات تانية جديده مع ناس جديده. اشوفكم على خير. السلام عليكم.